التعرض لشخصيات العلماء هذا كله إفراط خطأ. أما التعرض إلى النقد العلمي المنهجي الباب واسع، ما يخدش شيء. لما؟ لأن مدرسة أهل البيت باب الاجتهاد فيها غير مغلق، ما عندنا قدسية لرأي أحد. رحمة الله عليه هو السيد الخوئي في حتى الإسلام التقرير يقول ليس لدينا قدسية لقول لنظرية أحد العلماء. العالم له قدسية، له احترام، فكك أنت بين قدسية العالم خدمته وبين ماذا؟ وبين نظريته. النظرية محل نقد بلا قياس بلا تشبيه. النبي موسى مقدس نبي ومن العزم لكن بلا تشبيه، لكن اعتراضاته على الخضر محله تمام. احترم شيء السيد المرتضى ايش قد يحترم الشيخ المبين. يقول السيد ابن طاووس خالفه في 500 مسألة في علم الكلام. ناقد علمي يعني ما في مكان كلام، اصلا حياته العلم. هذا السيد ابن طاووس في كشف المحجة او غيره ذاك الراصد كم مسألة خالف فيها نقد فيها السيد المرتضى استاذه الشيخ المفيد، وكلهم زعماء الطائفة. هذا ما في اي ضير. هذا الذي ذهنه عواطفي او معذرة عوامي. عندنا في الخواص عوام انه يتحسس من النقد العلمي للنظرية.